ملك أمازيغي، ابن أحد أعظم ملوك الجزائر، تربى في أحضان قيصر روما، حارب به الرومان دولته وحكم باسمهم. تزوج ابنة كليوباترا إحدى أعظم ملكات مصر، وبنى ضريحا خلد قصة حب فرعونية أمازيغية عظيمة. يوبا الثاني أعظم ملوك النورماديين وباني ضريح الحب الملكي في تيبازا، ابن ملك تربى في أحضان القيصر. انتقام لم يخطر على بال أحد نفذه الرومان بحق يوبا الأول آخر ملوك نوميديا، والذي أذاق الرومان خسارات كبيرة ووقف في وجه الإمبراطورية الرومانية وضرب أعظم الأمثلة في الشجاعة والقوة، حتى حقد عليه الرومان حقدا كبيرا. وبعد مقتله إثر هزيمته على يد الجيش الروماني شرق مدينة بونا والتي تسمى اليوم عنابة، نفذ القيصر الروماني يوليوس انتقامه الغريب بإحضاره ابن يوبا الأول يوبا الثاني، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 5 سنوات تقريبا، ليربيه في قصره ويبدأ كتابة قصة من أبرز صور الانتقام المريرة في التاريخ، حيث احتضن يوبا الثاني عدو والده اللدود ورباه في قصره على هوى، فنشأ نشأة رومانية بامتياز. وأكمل الإمبراطور أغسطس مهمة سلفه يوليوس بعد موته، فعلم يوبا الثاني الفنون والأدب والعلوم إضافة إلى شؤون الحكم، كل ذلك في مدارس روما وأثينا ومعاهدها. لقد كان انتقاما حاقدا من خلال تنفيذ فصل تام ليوبا الثاني عن أصوله النوميدية الأمازيغية، ليتشبع على مدار سنوات بالثقافة الرومانية ويتبحر في الفلسفة والهندسة والعلوم ويتقن عدة لغات، فشب على العلم والآداب. حبيبان جمعهما الانتقام. لم تكن خطة يوليوس تقتصر على الانتقام من ابن يوبا الأول في الجزائر المسماة نوميديا في ذلك الوقت، بل أيضا كان قد قضى على كليوباترا في مصر، واختطف ابنتها الصغرى كليوباترا سيليني، وكلف أخته أوكتافيا بتربيتها بين جدران القصر الروماني، لينشأ يوبا الثاني ابن أعظم ملوك الجزائر وابنة ملكة مصر كليوباترا معا في قصور روما. حب أسطوري. حين شب يوبا الثاني داهمه حب كليوباترا تلك الشابة المصرية، وبادرته بدورها الحب ذاته، وسرعان ما تزوج الحبيبان. وفي أبرز خطط الانتقام المرير عين الرومان يوبا الثاني حاكما على موريتانيا، في سعي منهم لإنهاء المملكة النوميدية على يد أحد أبنائها، والذي يعود نسبه لسلالة ماسينيسا مؤسس المملكة النوميدية المشاغبة. فحكم موريتانيا تحت وصاية الرومان من مدينة يول شيرشال الحالية الواقعة على بعد 60 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر، وأطلق على عاصمته الجديدة اسم القيصرية تيمنا ووفاء لمربيه يوليوس قيصر. فعم حكمه شرق البلاد ووسطها إلى ما وراء نهر الملوية، بل وتجاوزه حتى شمال المغرب ليصل المحيط الأطلسي، حتى أنه أنشأ عاصمة ثانية في منطقة وليلي بالمغرب الحالي. واستمر حكمه نصف قرن شيد خلاله مدينة أشبه بروما، حيث بنى قصرا ملكيا عظيما وحرص على بناء مكتبة زينها بالتماثيل والمنحوتات. أما ساحة أرينا فجعلها لتصارع العبيد مع الأسود والفهود، كما أسس فيها حدائق وميناء مزدهرا. ووفاء لزوجته سك النقود الفضية ووضع عليها صورته وصورة زوجته. ضريح الحب الملكي. فجع الملك الحاكم بموت زوجته كليوباترا، التي جمعته بها قصة حب أمازيغية فرعونية تحاكي أشهر القصص الرومانسية في التاريخ، كقصص قيس وليلى وعنتر وعبلة. وعلى غرار نبوخذ نصر الذي بنى حدائق بابل تكريما لزوجته، وشاه جيهان الإمبراطور المغولي الذي بنى تاج محل تخليدا لذكرى زوجته. أيضا بنى يوبا الثاني الضريح الملكي الموريتاني ليخلد فيه قصة حبه لزوجته كليوباترا سيليني، إذ بنى يوبا الثاني لزوجته قبرا ملكيا ما يزال إلى اليوم فوق ربوة مطلة على البحر في منطقة سيدي راشد بولاية تيبازا غرب الجزائر العاصمة. تم تنفيذ القبر على شكل بناء هرمي كبير يمكن رؤيته من الجهات الأربعة،
ويتكون من 60 عمودا مثبتا فوق قاعدة إيتيكية تزينه تيجان إيونية. وقد دفن يوبا الثاني في هذا الضريح الملكي أيضا، والذي يعد اليوم أعرق معلم في الجزائر وفي تاريخ البلدان المغاربية كلها، حيث يسميه السكان اليوم قبر الرومية وقبر المسيحية، بينما يسميه علماء الآثار الضريح الملكي الموريتاني.